السلام عليكم، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل فراخ النهارده مشويه في الفرن، مفتوحه زي الفراشه كده وجميله جدا وبتتبيله سهله. انا عملت، حطيت بصل وطماطم وقرن شطه اخضر وقرن شطه احمر الاتنين حراقين، وحطيت فص ثوم وهحط عليهم ليمونه تبقى متوسطه. الكميه دي هعملها الفرختين اتنين. هحط ايه بقى في السوائل؟ هحط تقريبا معلقه من اللي هي بتاعه الاكل دي صويا صوص، وتقريبا 3 4 معالق كده زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون اعملي زيت ذرة او بزيت عباد عادي مش مشكله. وحطيت كمان معلقه من دبس الرمان، معلقه من الخل الابيض، وهحط عليهم تقريبا معلقتين اتنين صغيرين ممسوحين عسل، اللي هو العسل الابيض. طعمه جميل قوي ومش بيغيرها وبيخلي التتبيله دي جميله. ما عندكيش عسل ممكن معلقه سكر ممسوحه، معلقه صغيره برضو هتغنيكي يعني عن العسل الابيض لو مش موجود. هنا معلقة كاتشب، برضو معلقة من اللي هي بتاعة الأكل دي يعني ايه بالنسبة للسوائل. هحط توابل ايه بقى؟ هحط توم باودر وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، وقلنا كمون وبابريكا. وهحط عليهم كمان الملح ده حسب الرغبة، بس على قد ما تقدروا خففوا في الملح. وحطيت كمان مكعب شوربة، عندك من اللي هي الفورية حطي برضو كيس عادي. اضربيهم في الكبة بقى. انا زي ما قلت لكم انا كنت عايزه اعمل لفرختين اتنين، الفرخة كيلو ونص اللي بتتشوي في الفرن دي، فزودت كمان بصلة على الخلطة دي. كده كانت مظبوطة، مش عايزة اي حاجة خالص. جبت الصاج بقى كبير كده علشان انا عايزاهم يبقوا مشويين، يعني عايزاهم مفرودين على قد ما اقدر. كل ما تضيقي في الصاج وتبقى اللحمة او الفراخ او السمك اللي انتي بتحطيه جنب بعضه في الصينية وعايزة تشويه، كل ما يكون مزنق جنب بعضه بيديكي طعم زي الحاجة المسلوقة شوية، مش زي المشوية. لكن انتي فردي كل حاجة بعيد عن بعضها كده. الفراخ اهيت انا فرداها زي الفراشة كده، وبتك على صدرها اكسر العظمة كده، وبالسكينة بقى كده وخرميها على قد ما تقدري. عايزة تقطعيها شرايح كده من فوق تمام، بس انا ما بحبش كده يعني، ما بتديش شكل حلو. فانا بحب ان انا اقعد اعمل فيها يعني بالسكينة كده، يبقى افضل عشان التتبيلة تدخل فيها. التتبيلة دي بقى لو تعمليها من بالليل تبقى افضل وجميلة معاكي قوي، وتخلي الفراخ بتقطم وجميلة. عايزة تعمليها في يومها بس يعني على الاقل كده ساعتين على ما تاخد وتدي مع بعضها. وعلى فكرة انا عملتها، يعني انا تبلتها كده ودخلتها الفرن، برضو ممتازة وشاربة وجميلة. دخلتي بقى التتبيلة كده من تحت الجلد وفوق وبين الوراك وكله كده، وركنتها على جنب علشان ايه، وكنت سايبة شوية خلطة هم عشان اعمل معاها البطاطس دي بتبقى معاها رهيبة. انا هعملها بقشرها، وعشان كده غسلتها ونشفتها الاول، وهقطعها كبير زي ما انتوا شايفين كده علشان تستحمل يعني ايه سوى الفراخ، ما تبصيش تلاقيها انهرت بسرعة قبلها. تقطيعة كبيرة بقى زي ما قلت لكم كده اهوت. وتقدري برضو شريحتين جزر شريحتين كوسة، بس انا ما بحبش اعمل معاها غير البطاطس دي كده بس، بتبقى طعمها جميل ومشوية كده وجميل. حسيت انها كتيرة فكفاية شلت واحدة. اخلطيها بقى في قلب الخلطة كده اهوت بتاعتها، وهاتي حتة يعني اخلي حتة كده كده جنب الفراخ في الصاج، وحطيهم جنب بعض، مش تحت الفراخ ولا في كل حتة، لا هي في جنب بس لوحدها كده. آه، المضاد الحيوي بقى الطبيعي اللي من عند ربنا، التوم. لو عايزة تعملي راس توم تقسميها نصين كده وتحطي كل نص في جنب، هتبقى رهيبة جدا. بس انا حطيتها في صوص النهاردة، وعلى فكرة هي بقشرها، يعني الفصوص التوم سايباها بقشرها، بتديكي نتيجة احلى من التوم المتقشر. وحطيتهم في جنب برضه عشان يبقوا معروفين.
رشيت على وشهم شوية زيت ودخلتهم فرن على درجة حرارة 200 في الأول، وغطيت وشهم بالفويل على ما يغلوا جامد كده، وبعدين وطيت عليهم على 170 وسبتها مع نفسها. اما تقرب تستوي شيلي بقى الغطا تاخد وش. هنا معايا كبدتين وقنصتين بتوع الفراخ، قلت اعمل بيهم رز بالخلطة في السريع كده. انا بحبش اكتر الكبد والقوانص عشان ما يقلبش زي رز الحمام. انا حطيتهم من هنا وانتوا شايفين الانفجارات اللي حصلت. ممكن حد يقول من ايه يعني فيهم ميه، لا ما كانش فيهم ولا بقعه ميه. انا ملاحظه كده ان انا كل ما اجي اقلل الكبد والقوانص دي تعمل مفرقعات كده زي الفشار والله العظيم. حتى عملت على كاميرا التليفون وانا ما كنتش واخده بالي. فحطيت البصل عليهم اهوت علشان اهديهم يعني اهديهم شويه. عايزاكي بقى تقلبيه تقلبتين تلاتة كده، ما تحمريش البصل علشان ما يبقاش طعم وحش. كل ما تكون البصلة متشوحة ونية من جواها بتبقى مسكرة في الرز وطعمها جميل. قلبيه بقى تقلبتين تلاتة كده يتشوحوا، وحطي الملح وحطي شوية فلفل اسود، وعلى طرف المعلقة كده شوية كمون بس. ملح فلفل كمون، وقلبيهم في قلب بعض وانزلي بالرز وشوحيه. اهو اللون ده كده هيبقى يعني على ما ازود الميه وعلى ما ازود الرز هيبقى اللون مظبوط، مش هيبقى بنفس الغمقان ده يعني. ما تنسوش وانتوا بتحطوا السمنه تحطوا شويه زيت، الزيت بيخليه بيلمع وبيخليه مفلفل معاكي. قلبيه بقى وشوحي كده يجي 3 4 دقايق كده على نار عاليه علشان الحبايه تتغلف وما تبقاش معجنه معاكي. زودته بقى المية. انا لا حطيت شوربة كوين ولا حطيت شوربة، لا انا حاطة مية. ليه بقى؟ الفراخ فيها طعم شديد من كتر التوابل، او الطعم بتاعها حلو غني، مش محتاج ان الرز يبقى مبهر جامد. فحلو الرز ده كده مظبوط معاه، ما تزوديش حاجة عن كده. الرز المصري بتاعنا زي ما قلت لكم بيبقى فوق الوش على طول كده، وغطي وسيبيه. هنا كانت كشفت وشها بقى خدت لون جميلة هيت وكانت استوت. شايفين؟ بجد بجد التتبيلة دي رهيبة وجميلة وهتعجبكم قوي 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 ان شاء الله. شايفين الرز بقى كده مفلفل ازاي ومظبوط. انا زي ما قلت لكم انا بحبش ازود الكبد والقوانص كتير عشان ما يقلبش رز حمام، عشان يبقى متوسط كده. شايفين البطاطس استوت ازاي؟ هوريكم الفراخ كمان. بس انا ما كنتش يعني عارفه امسكها خالص، كانت لسه طالعه من الفرن وكانت ملهلبه، كانت مولعه نار. مش عارفه امسكها خالص. شايفين الدخان طالع قد ايه؟ ما كنتش عارفه امسكها خالص. جربوها بالتتبيله دي وسريعه. كل حاجه بتحطيها في الكبه تخلطيها تحطيها على الفراخ على الفرن، وتقومي عامله الرز كله في السريع في السريع، وان شاء الله هتعجبكم. يلا سلام عليكم.